في ظل عالم إدارة الأعمال اللي بتتطور كل يوم، وفي ظل عالم ثورة تكنولوجيا المعلومات المحاسبية، وفي ظل تنافس قوي لازم تثبت إنك الأفضل فيه، ظهرت الشهادات المهنية علشان تنقل العالم من فكرة النظريات لتحقيق التطبيق على أرض الواقع. واليوم لينا لقاء مميز مع إحدى هذه الشهادات المهمة، وهي شهادة ال CMA Certified Management Accountant، وهي شهادة محاسبية مهنية بمثابة جواز سفر نحو المزيد من الفرص الوظيفية المرموقة. مش كده وبس، دي كمان بتزود المحاسبين اللي اوريدي بيشتغلوا بالمهارات العملية اللي هتتيح ليهم اتخاذ القرارات الاستراتيجية اللي هتسهل عليهم إدارة الأعمال والشركات المختلفة. شهادة ال CMA ال Certified Management Accountant بتميزك كمحاسب إداري، وبتزود فرص عملك في الشركات المختلفة، وبترفع من مستوى دخلك. هل أنت مستعد إنك تطور نفسك؟ أنا سارة درار، وإحنا النهاردة في بودكاست اتعلم مع فاينانس كوتش. اليوم معانا ضيف مميز جدا، ضيف هنعرف منه كل حاجة عن شهادة ال CMA. معانا اليوم الأستاذ أحمد السخاوي، وهو كانتري مانجر IMA ايجيبت. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. في البداية ممكن تحكي لنا عن رحلتك الكبيرة من الجامعة لحد ما وصلت للمنصب الحالي اللي حضرتك فيه؟ هي رحلتي بدأت من 2009 وبدأت من قبلها كمان من سنة أولى في الكلية. لما دخلت كلية تجارة، أنا خريج كلية تجارة 2009. دخلت الكلية زي أي شاب، كان بالنسبة لي كلية التجارة عادي، هخش أدرس لي 4 سنين، أطلع أتخرج أبقى محاسب، أشتغل في شركة وخلاص. حصلت مجموعة من يعني أحداث فارقة في حياتي، وكانت منها إن أنا حضرت انفو سيشن عن الشهادات المهنية وأنا في سنة أولى. عرفت من خلالها ايه الفرق بين ان يكون في محاسب عادي ومحاسب مميز. ان محاسب يبقى هو او انسان نسخة تقليدية من كل اللي دخلوا كليات التجارة، وانسان تاني هو مميز، عنده فرصة، عنده بوتنشال ان هو يبقى صانع قرار في المستقبل. اخدت قرار ان انا اول لما اخلص الكلية بتاعتي ان انا اخد شهادة مهنية. وفي اثناء كده برضو جالي اعجاب بحاجة تانية بالدكاترة اللي في الجامعة، فقررت ان انا همشي في السكتين، في المجال الاكاديمي وفي المجال المهني. وبالفعل اتخرجت في 2009، كنت الخامس على الدفعة من جامعة اسكندرية، وبدأت على طول قدمت على ماجستير في جامعة اسكندرية، وفي نفس الوقت بدأت كورس بريبريشن للسي ام اي اكزام. خلصت الماجستير والسي ام اي في 2015. وبعديها رحت مقدم على الدكتوراه برضه في جامعة اسكندرية. ده كده الجزء الأكاديمي أو التعليم في حياتي. الجزء المهني، انا اتخرجت اشتغلت في الاكاديميه البحريه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، قضيت فيها 12 سنه. اشتغلت في البدايه ككونسلتنت، ومن بعد كده انتقلت بقى للتدريس للاندر جراد وبوست جراد، للكونسلتيشن للتريننج. فاكتسبت مجموعه كبيره جدا من المهارات في خلال فتره عملي داخل الاكاديميه البحريه. بعديها جات لي الفرصة ان انا اكون ضمن فريق العمل في الاي ام اي في مصر، وده كان في نهاية 2022. ممكن حضرتك توضح لنا دور معهد IMA في تطوير المحاسبة الإدارية على مستوى العالم؟ طبعا احنا علشان نتكلم على دور معهد الاي ام اي لازم الاول ناخد خطوة ورا شوية ونفهم يعني ايه كيانات مهنية على مستوى العالم. لكل علم من العلوم الموجودة على مستوى العالم جهات، الجهات دي اخدت على عاتقها انها تتبنى العلوم دي وتتبنى تطويرها والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع. أحد هذه الجهات هي الانستيتيوت اوف مانجمنت اكاونتنتس أو معهد المحاسبين الإداريين. منذ نشأته في عام 1919 أخذ على عاتقه تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. النهاردة احنا بنتكلم على معهد بقاله أكتر من 100 سنة متخصص في مجال المحاسبة الإدارية. عدد المنتسبين للمعهد 140 ألف شخص على مستوى العالم من 150 دولة، في 350 professional and student chapter على مستوى العالم. الفكرة في المعهد ان هو بيملأ الفجوة بين الأكاديمية والمجال المهني. على مدار 100 سنة اللي فاتوا دول حصلت تطورات كبيرة قوي في بيئة الأعمال، وبالتالي كان لازم معهد المحاسبين الإداريين يواكب التطورات دي في الشهادات اللي هو بيطرحها. وتعتبر من أقوى الشهادات اللي بيطرحها المعهد هي شهادة CMA. CMA هي الأساس اللي احنا النهاردة بنتكلم عليه.
خليني اتطرق ايه اللي بيخلي شهاده السي ام اي مميزه عن باقي الشهادات المهنيه. خليني اقول لحضرتك حاجه، هو مفيش شهاده مهنيه مميزه عن شهاده مهنيه اخرى. كل شهاده مهنيه زي ما قلت ان كل جهه بتتناول جزء من العلم. فاحنا النهارده لو بنتكلم عن المحاسبه الاداريه، فالشهاده المميزه في هذا المجال وللناس اللي عاوزه تتميز في هذا المجال هي السي ام اي. ودي بترجع لفكره الشخص عاوز ايه او ايه هدفه اللي هو بيسعى لتحقيقه. مش فكرة ان انا باخد شهادة وخلاص، ان في فكر مغلوط بين الناس ان انا بدور على الشهادة الاقل تكلفة والاسرع والاسهل واخدها، ويبقى انا كده حطيت جنب اسمي 3 حروف، يبقى انا كده تمام خلاص، انا السي في بتاعي بقى كويس. لا، الطريقة دي في التفكير خاطئة، ان هي ولا بكتر الشهادات ولا بان انا بنقي الشهادات ان انا بختار عشوائي. الشهادة اللي الإنسان بياخدها دي بمثابة كارير باس هو هيفضل ماشي فيه طول عمره. ممكن الإنسان ياخد شهادة مهنية ما يستخدمهاش في حياته، ما تفيدهوش. ومش فكرة إن أنا أخدت شهادة مهنية وخلاص. الشهادة المهنية لو ما كانش ليها مردود على الشخص في حياته المهنية يبقى ملهاش لازمة. فهنا أنا ضد فكرة أنه شهادة أفضل أو أنه شهادة هي في المطلق أفضل من شهادة تانية، لكن أميل لي أنه شهادة أفضل للشخص وفقا لظروفه ومعطيات حياته والمسار المهني اللي هو عاوز يوصله كمان 10-15 سنة. طبعا في الوقت اللي احنا فيه، بما ان اداره الاعمال دخلت في كل المجالات، فمن وجهه نظر حضرتك كاكاديمي ومهني، شايف شهاده السي ام اي هيحتاجها اكتر خريجين محاسبه او تجاره، ولا مين اللي هيستفيد بالشهاده في الحصول عليها؟ خليني أقول لحضرتك حاجة، أنا بالنسبة لي شهادة سي ام اي أنا بسميها جوكر الشهادات المهنية، لأن المحتوى بتاع شهادة سي ام اي بيلمس كل الفروع اللي الشركات والمؤسسات محتاجاها النهاردة في بيئة الأعمال. ففكرة ان الشخص ياخد سي ام اي هتأهله ان هو يشتغل في المجال المالي، في التكاليف، في الموازنات، في التخطيط، في الرقابة الداخلية. هتفتح له المجال حتى في تقييم الشركات، في اتخاذ قرارات. فهنا الفكرة السي ام اي هي متشعبة، هي بتدي الفاونديشن للشخص ان هو ينطلق في حياته المهنية ويكمل في سكة اللي هو عاوزها. بلس التنوع في شهادة سي ام اي بيدي الانسان صورة كاملة عن مجريات الامور داخل الشركات. فهنا مش بس بيبقى الشخص سيرتيفايد في حتة معينة من العلم، لا، هنا بيخلي الشخص عنده إلمام بالعلوم المختلفة اللي هي بتلمس كل جوانب الشركات والمؤسسات في الوقت الحالي. يعني ده يعني حضرتك كده بتشير ان مش لازم بس خريجين محاسبه هم اللي ياخدوا السي ام اي؟ لا خالص، والدليل على كده ان في ناس من خريجين كلية الهندسة والطب بياخدوا السي ام اي، بيكون وصل لمنصب اداري في شركة او مؤسسة او مستشفى، وبياخد السي ام اي مش عشان يشتغل بالسي ام اي، عشان يفهم كل جوانب الامور المالية والادارية اللي تساعده في ادارة المنشأة اللي هو بيديرها. فهنا مش شرط ان يكون خريج البيزنس او الاكاونتنج او الفاينانس هما اللي بس بياخدوا شهاده سي ام اي، لا، ناس تانية بتاخد في علوم تانية وتخصصات اخرى. يعني ده برضو بيتيح لكل حد بيتجه لإدارة الأعمال، سواء هو مدير للبزنس اللي هو عامله، أو اونر، أو لسه محاسب إداري جديد، أو حتى مهندس بس عنده جزء إداري في شغله، لازم يستفاد بالسي ام اي، وإنها تبقى مفيدة جدا ليه. مظبوط. ايه الفرص الوظيفية المتاحة للي بيحصلوا على شهادة السي ام اي في مصر وفي الوطن العربي، خاصة ان معظم الناس يعني ايه، او الشباب الصغيرين اللي لسه متخرجين، او اللي بيفكر مثلا وهو في الجامعة عايز يتخرج يسافر الخليج يشتغل، او يشتغل في مصر في اماكن مرموقة وشركات كبيرة؟ طيب خليني اقول لحضرتك حاجه، في بيئه الاعمال او في الشركات مفيش مجاملات. الشركه بتدفع له مرتب عشان تاخد من ورا المرتب اللي بيدفع ده عائد على الشركه من هذا الشخص. فالنهارده مفيش حد هيعين شخص ويدفع له مرتب كبير غير لما يكون العائد من وراه اكبر. ده بيظهر فين؟ بيظهر في الجوب ريكويرمنتس اللي النهارده موجوده على المواقع بتاع التوظيف عموما، سواء جوه مصر او بره مصر. النهارده بقت السي ام اي من الشهادات المطلوبه از ريكواير ان الشخص يقدم في الوظيفه.
من 10 15 سنة كانت CME وباقي البروفيشنال سيرتيفيكتس is preferable، يعني موجودة في السي في دي إضافة، مش موجودة أهي الدنيا ماشية. النهاردة بقت إذا ماست، يعني السي في مش هيعدي أصلا، والشخص هيعدي ويخش انترفيو غير لما يكون حاصل على الشهادة. وبعدين دلوقتي في مشكلة كمان للأسف احنا بنواجهها من التطور التكنولوجي الكبير اللي حاصل في بيئة الأعمال النهاردة. من زمان، وزمان ده مثلا من سنتين، كنا بنقول ودايما الناس تطلع تقولك هو السي في بيقعد مع الاتش ار قد ايه عشان يبص عليه. كان بقى الناس يقولك دقيقة 30 ثانية 40 ثانية ونقعد بقى ايه في ديبيت. النهارده للأسف الموضوع ده بقى حتى ما بقاش موجود، بقى في اي. فهو السي في بيخش على برنامج، البرنامج ده بيدور على كلمات معينة في السي في بتاعك، لقاها هيختارك، ما لقاهاش خلاص. يعني حتى في الجزء المانيوال اهو ممكن بتاع الاتش ار يبص بصه كده يمين شمال، والله يعجبه منظر السي في بتاعك، حاجه تحصل فيخلي السي في بتاعك على جنب يبص عليه تاني بصه اكثر واقعيه. لكن النهارده خلاص حتى دي الامل ده ما بقاش النهارده موجود. فبقى الموضوع 1+1=2، معاك الشهاده هتاخد وظيفه، معاكش الشهاده مش هتاخد وظيفه. نقطه تانية بالنسبه للسوق جوه مصر وبره مصر، نتيجة المنافسة، نتيجة المنافسة الشديدة في سوق العمل عامة مش في مصر بس، بقى الشخص اللي بيحصل على شهادة مهنية ده مطلوب. ومش بس شهادة مهنية، شهادة مهنية وان هو يثبت جدارته في الحصول على الشهادة المهنية. يعني انا دايما بقول الشهادة CME هي مش صك غفران ان الشخص اخدها فهو خلاص تاني يوم هيشتغل، لا، انت انتقلت من المنافسة، من ان انت بتنافس كل خريجين كلية تجارة اللي هم اخدوا بكالوريوس على مستوى العالم على فكرة، ايا كان الجامعة بتاعتهم، طبعا مع كامل الاحترام للفروقات بين الجامعات والرانكينج بتاعهم، بس في الاخر انت معاك بكالوريوس. طيب فبتنافس كل الناس اللي اخده بكالوريوس. الفكرة كلها لما انا اخد خطوة قدام يبقى معايا CME، فهنا انا مش بنافس دول، انا طلعت في ليفل منافسة تاني اشرس، ان انا بنافس ناس اخده CME وعندها خبرة، اخده CME وشهادة مهنية تانية. فهنا ليفل المنافسة بيزيد، بس في المقابل العائد المادي اللي انا هاخده هيزيد لان المنافسة زادت. فنفس فكرة محمد صلاح، هو كان بيلعب في مصر، طيب هو لما كان بيلعب في مصر كان بينافس مين؟ والنهاردة هو بينافس مين؟ والعدد اللي بينافسه قبل والعدد اللي نفسه بعد ما خرج واحترف بره مصر، هو ما بينافس كل لعيبه كره القدم على مستوى العالم، هو بينافس الصفوه بتاعت اللعيبه على مستوى العالم. نفس الفكره لما انت بتاخد CME، انت بتنافس الصفوه، فالمجهود اللي انت محتاج تبذله حتى بعد الحصول على الشهاده اكبر بكتير من المجهود اللي كان قبل الشهاده، لان العائد هنا هيفرق. يعني حضرتك قصدك ان الخريجين او اللي لسه بيدرسوا الشهاده بالنسبه لهم هتبقى add value، ان ده هيزود ان هو يبقى qualified اكتر عن باقي زمايله او باقي الناس الكاتيجوري بتاعهم في نفس الكاتيجوري، ان هو يحصل على وظيفه براتب احسن، يزود من فرص الشغل ليه، يزود ان هو من فرصه ان هو يشتغل في شركه اكبر، او شركه ليها سوق اوسع سواء في مصر او بره مصر. يعني هي مهمه للخريجين وغير الخريجين، اللي لسه بيدرس واللي اتخرج واللي ستيل شغال في بيئة العمل أو في سوق العمل. خليني أكد على نقطة تانية في فكرة الخريجين وفكرة اللي عنده خبرة. الخريج النهاردة دايما بيبقى بيدور على حاجة تميزه، والسؤال الأشهر أخد CME وأنا في الكلية ولا بعد الكلية ولا أخدها إمتى؟ خليني أقول لحضرتك حاجة أنا عاصرتها فترة طويلة جدا نتيجة احتكاكي بالتريننج. جزء كبير من اللي بياخدوا كورس الإعداد لشهادة CME ناس كبيرة فوق 30 35 سنة. طيب إنسان عنده 35 40 سنة ايه اللي جبره ان هو يرجع تاني يذاكر بعد الفترة الطويلة دي؟ واغلبهم على فكرة بيكونوا وصلوا البوزيشنز في الشركات بتاعتهم، هم مش لسه هيبدأوا السلم، ده هو مدير مالي في شركة او رئيس قسم او رئيس، يعني هو بوزيشن في شركته. طيب ايه اللي خلاه يدور على شهادة CME بعد كل السنين دي؟
اللي خلاه يدور عليها ان هي بقت ريكوايرد ان هو يترقى او ان هو يلاقي وظيفة في شركة تانية اكبر من الشركة اللي هو فيها. فهنا نرجع للطلبة. انت النهاردة هتاخد السي ام اي، هل انت عندك استعداد تستنى لغاية لما يبقى عندك 30 35 سنة وتبدأ تفكر في السي ام اي تاني، ولا تبدأ من دلوقتي تاخدها وتحطها معاك في السي في؟ ونقطة برضو حابب انبه عليها، برضو الخريج بيبقى فاكر ان هو وانس ان هو اخد السي ام اي ان هو كده خلاص خلص كل الريكوايرمنتس او وصل للقمة. لا بالعكس، السي ام اي للخارجين او الاندر جراد هي فكرة ان هي بتميزك عشان تخش وظيفة صغيرة. يعني ما تفتكرش ان انت لما هتاخد سي ام اي وانت في الكلية او انت بعد ما تبقى على طول تتخرج فانت كده على طول هيشغلوك مدير. مستحيل، لان ده برضو فكر مغلوط. الفكرة كلها ان انت لازم تترقى في الهيكل الوظيفي، بس هنا الميزة ان انت هتترقى في الهيكل الوظيفي في الشركات بسرعة الصاروخ. يعني لو احنا عندنا 2 متخرجين من نفس الكلية من نفس الدفعة، واحد معاه سي ام اي واحد معاه سي ام اي، فرصة ان ده يوصل اللي معاه سي ام اي انه يوصل يبقى مدير في وقت قياسي، التاني ممكن يقعد 15 سنين عشان يبقى مدير في شركة او يمسك بوزيشن اداري كبير. وعلى العلم ان هو عشان برضه يمسكه لازم هيبقى معاه سي ام اي، فهو بعد فترة هيرجع تاني يذاكر عشان ياخد الشهادة. فهنا الفكرة كل ما تبدأ بدري كل ما يكون افضل في الحصول على شهادة سي ام اي، لان هي بقت متطلب ضروري لبيئة الاعمال دلوقتي. حدث تطور كبير في عام 2022 في مصر فيما يتعلق بالاي ام اي، ممكن حضرتك تحكي لنا عنه؟ قبل 2022 كانت الاي ام اي ليها تواجد في مصر، وانتهى التواجد ده بعد ثورة يناير بقفل مكتب الاي ام اي في مصر نظرا لعدم استقرار الظروف السياسية في مصر. اتقفل المكتب فترة طويلة وتم احياء وجود مكتب في مصر بانتهاء عام 2022. حصل 3 حاجات في مصر: افتتح مكتب الاي ام اي في مصر، زائد تم اعادة احياء كايرو تشابتر والكسندريا تشابتر. الرجوع ده تاني لمصر كان نتيجة استقرار الوضع السياسي في مصر. فمعهد الاي ام اي شايف ان هو في بوتنشال في السوق المصري وضرورة وجود استاف على الارض عشان يبدأ يخلق الاويرنس بالشهادة. خلال فترة توقف المعهد ما انعدمتش في مصر، بالعكس كانت شهادة موجودة وليها الريبيتيشن بتاعتها وكانت شغالة. بس حصلت مشكلة بقى. المشكلة اللي حصلت قبل وجود المعهد او رجوع المعهد لمصر تاني ان كان تدريس السي ام اي غير منظم في مصر. فهنا كان اي حد بيبدأ يعمل كورس اعداد لشهادة سي ام اي سواء هو كان سيرتيفايد ولا مش سيرتيفايد. الفكرة كلها كانت ببساطة كانت سبوبة. اي حد اخد الشهادة بيبدأ يكون مجموعة، يلا هعمل لكم preparation كورس، خشوا الامتحان ما تخشوش الامتحان ما كانتش مشكلته. المهم ان هو اخد الفلوس وهو عمل البيزنس بتاعه. هنا خلق فجوة في السوق المصري بين عدد اللي بيدرسوا الكورس وبعدد اللي بيخشوا الامتحان وعدد اللي بينجحوا داخل الامتحان. الفجوة دي تترتب عليها ان كان لازم اتخاذ اجراءات صارمة لإعادة هيكلة السوق المصري مرة تانية. ومن هنا حدث تغيير جذري في مصر بنهاية 2022 ان عشان ننظم السوق كان لازم نعتمد على بارتنرز. البارتنرز دول أقوياء، نثق في الكواليتي بتاعتهم، بنعمل عليهم اوديت فولو اب، نضمن ان الكانديديت اللي بيخش يدرس كورس السي ام اي عند الاطراف دي ان هو مؤهل فعلا يخش الامتحان. مش فكرة ان هو اخد جزء من المنهج وجزء لا، وان هو اخده بطريقة غير الطريقة اللي بتيجي بيها في الامتحان، او الكونسبت كان بتتعرض بشكل سطحي فيخش الامتحان يلاقيها لا هو مش ده مش ده اللي انا اتشرح لي. فمن هنا تمت اعادة هيكلة السوق المصري، وكان من اصعب القرارات اللي تم اتخاذها في الفترة دي ان كان في خصم 50% متاح لكل المصريين. الخصم ده تم الغائه من البابليك، وتم تخصيص الخصم ده
او طرح الخصم ده من خلال الاماكن المعتمده من الاي ام اي. ومن هنا حصل التغيير الجذري في السوق المصري، ان تحول السوق المصري من سوق غير منظم لريجوليتد ماركت، في معالم اساسيه، في اماكن معتمده، في اماكن تحت الاعتماد، في اماكن غير معتمده بدات تظهر. بدا الاويرنس يزيد ده على المستوى التنظيمي. في مستوى تاني لو هو مستوى الاويرنس، فهنا يظهر دور كايرو تشابتر والكسندريا تشابتر في نشر الوعي بالشهاده وباهميتها، زائد خدمه الكوميونتي بتاع الاي ام اي في مصر. فكره السي ام اي او الاي ام اي هي مش مجرد شهاده الشخص بياخدها وخلاص، هي رحله. لازم زي ما اشرنا قبل كده الشخص بياخدها باتخاذ القرار ان هو يبدأ الكورس والحصول على الامتحان وبعد كده يكمل في حياته المهنية. هنا في كوميونيتي في مصر للسي ام اي هولدرز، وكوميونيتي تاني للكانديديتس اللي هم بيفكروا ياخدوا الشهادة. الكوميونيتي ده ليه احتياجات، ان هو محتاج يبقى اب تو ديت بكل اللي بيحصل في العالم من المستجدات. الناس اللي اخدت سي ام اي وبقوا هولدرز من فترة طويلة محتاجين يطلعوا على اخر ما توصل اليه العلم الحديث. هنا يجي دور الاكتيفيتيز اللي على الارض والويبينارز والانجيجمنت اللي بيحصل خلال التجمعات اللي الكسندريا تشابتر وكايرو تشابتر بيعملوها على الارض مع الكوميونتي. فخلال السنتين اللي فاتوا شهدت مصر طفرة كبيرة جدا في الكوميونتي بتاع الاي ام اي في مصر. بقى في ترابط، ظهرت افكار جديده. عملنا سيرموني الاحتفال بالهولدرز اللي حصلوا على الشهاده في مصر، بقى احتفال سنوي للحاصلين على الشهاده. بيحصل لينك اب ميتينجز بتجمع السي ام اي هولدرز بحيث يتعرفوا على بعض، لان النتوركينج هو اساس كل شيء. الانسان استحاله يعيش في جزيره منعزله حتى لو اخد كل شهادات الدنيا، هو لازم يتعامل مع الكوميونتي اللي هو فيه. هيحتاج حاجه من حد هيحتاج منه حاجه. التعارف ده والنتوركينج ده خلقوا وجود الاي ام اي في مصر بشكل قوي خلال الفتره اللي فاتت. حلو، يعني كده اي ام اي عملت كوميونتي للناس اللي واخده الشهاده بتاعه السي ام اي. طيب انا النهارده في الكليه وفي سنه اولى وعايز اخد السي ام اي، هل لازم يبقى الانجليش بتاعي كويس جدا؟ هل لازم ابقى في كليه معينه؟ هل لازم ابقى مثلا واخده شهاده تانية عشان اقدر اخد سي ام اي؟ هل لازم يبقى عندي خبره في حاجه معينه، مثلا واخده مثلا كورس انجليش، او واخده لغه تانية او حاجه؟ ولا ممكن اي حد يقدر يستفيد بالشهاده دي؟ وغير كده ازاي انا هقدر اخد الكورس؟ وهل الكورس صعب اصلا ولا سهل؟ وهعرف اعديه ازاي؟ طيب خلينا ناخدها جزئيه جزئيه. جزئيه اللغه من اكتر الحاجات اللي بتخوف الناس في السي ام اي. اللغه يقول لك انا كنت تجاره عربي واللغه بتاعتي ضعيفه وانا خايف من اللغه ان دي تكون عائق. احب اقول لحضرتك مفيش انسان اخد كورس السي ام اي ايا كان هو اخده فين ودخل الامتحان وهفترض ان هو لم يوفق في الامتحان وطلع واشتكى ان كانت اللغه هي العائق. الشخص بيتعب اول شهر، شهر ونص في اللغه، بعد كده هي مصطلحات. حتى تصحيح الامتحان في السي ام اي في الاساي هو مش بيصحح بالجرامر، مش بيصحح بالكلمه ناقص لها حرف اي ولا او ولا بدلنا الاي مكان الاو. لا 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 خالص. الفكره كلها ان الشخص بيوصل مسج والمسج دي بتوصل. فهنا اللغه عمرها ما كانت عائق، بالعكس اغلب اللي حصل على شهاده سي ام اي هم خريجين تجاره عربي. ليه؟ لان بيكون عنده الموتيفيشن ان هو يسد الجاب دي، ان هو لا انا هتفوق على نفسي وهاخد الشهاده دي عشان يبقى ليا كارير متميز. فبالنسبه للغه عمرها ما كانت مشكله. هي من الحجج من الحجج اللي الناس دايما بتبدا بيها، انا ضعيف في الانجليزي وما اعرفش اقرا. في ناس اخذت سي ام اي وهي في بدايه رحلتها كل معرفتها بالانجليزي انها ازاي تكتب اسمها بس بالانجليزي، بس بذلوا مجهود. مش هقول ان هما الموضوع كان سهل، الناس دي بتبذل مجهود مضاعف بس في الاخر بتوصل لحاجة هي عاوزاها وحاجة بتفخر بيها طول عمرها.
يعني ممكن نقول ان اللغة مش عائق، بس بالعكس ال CMA بتخليني احسن من اللغة بتاعتي، طبعا بتحسن مستوى الانجليش بتاعي. هو طبعا الانجليش براكتس يعني ممارسة، وفي نفس الوقت المصطلحات العملية اللي انا هدرسها في CMA هي اللي هستخدمها بعد كده في شغلي او في المكان اللي انا هشتغل فيه. مظبوط. انا في اي كلية هاخد CMA؟ دي نرجع نجاوب على السؤال ده تاني، اللي هو فكرة هي مش مقيدة بميجور معين. ليه؟ لأن أنت بتدرس جواها كل الميجورز اللي درستها في كلية التجارة، وده الميزة. عشان كده أنا دايما قلت إن السي ام اي هي الجوكر. واغلب الناس اللي بتبص على المحتوى بتاع السي ام اي وهم لسه مخلصين كليه يقول لك ما دي كل دول الاربع سنين كليه تجاره كلهم. يعني حتى التخطيط الاستراتيجي هتلاقيه، تحليل قوائم ماليه، اتخاذ قرارات، تمويل شركات. يعني هي كل محصله كليه تجاره في الشهاده دي، بس بعمق اكتر. يعني برضه علشان هنا بتحصل خلط، يقول لك طب ما خلاص، طب ما هو اللي انا درسته في الكليه هو اللي اخده في السي ام اي، ايه الفرق؟ لا، في فرق كبير. الفرق في طريقة تناول المعرفة اللي انت اخدتها في الكلية. وهنا انا برضو عندي تحفظ شديد على الناس اللي تقولك اللي درسته في الكلية ده ملوش لازمة. لا خالص، انا ضد هذه المقولة جملة وتفصيلا. اي حاجة هي ستيبس. الكلية بتقدم الفاندمنتال للانسان في كل العلوم، لكن في جزء تاني اللي هو العملي، الممارسة العملية. بدليل ان في كليات الطب بينزلوا عملي، في الهندسة عندهم بروجكتس. نفس الفكرة في كلية التجارة أو كليات البيزنس عموما، هو بيقدم لك الفاونديشن بتاعة العلم اللي انت هتشتغل بيه، لكن الممارسة لن تختلف عن العلم. يعني الديبت والكريدت أو الدائن والمدين مش هيتغيروا في الكلية عن بره الكلية. القوائم المالية ما هي نفس القوائم المالية. كل صناعة وكل شركة بيبقى ليها اللغة اللي بتتكلم بيها. يعني حتى بعد الشخص ما بيتخرج من كلية التجارة مثلا او يشتغل whatever هو يشتغل فين، افرض مثلا يشتغل في قطاع الاغذية، حياته كلها في قطاع الاغذية، تلاقيه هو في لغة فاهمها. يجي تنقليه من قطاع الاغذية مثلا للبنوك، معناها هي بس الفكرة بياخد وقت عبال ما يتأقلم، مش عشان هو ما عندوش العلم، عبال ما يتعلم يتكلم لغة الصناعة او الشركة اللي هو داخل عليها. فالفاونديشن واحدة. فالسي ام اي بتغطي كل الامور اللي الشخص اخدها بعمق، باضافة تانية اللي هي العمق التحليلي، والسؤال اللي احنا عمرنا ما اتسألناه في الكلية اللي هو what is your recommendation؟ ايه هي توصياتك؟ احنا دايما في الفاندمنتال ستيج انت بتاخد العلم كعلم، لكن لما تيجي تطبقه انت لازم تبدي رأيك في التطبيق، ويبقى ليك بعد وليك رأي. وده اللي بتأهل السي ام اي الشخص ان هو يعني يشتغل في الحتة دي، ان هو في اي وقت هيتسأل رأيك ايه، مبيعات الشركة بتقل، نعمل ايه. هنا مفيش بما ان اذا اللي احنا اخدناها في الكلية، لكن هنا انت اللي هتدور على المعطيات، انت اللي هتحللها، انت اللي هتاخد القرار. فهنا دي ميزة السي ام اي، دي اللي بتميز الشخص. فهنا لو قلنا الميجور، لا، الميجور عمره ما كان عائق، سواء انا كنت بيزنس، سواء كنت ماركتنج، سواء كنت اكاونتنج، وات ايفر الميجور بتاعي. لو انا حابب ادخل جوه مطبخ الشركات في اتخاذ القرار، وان انا ابقى عضو فعال في المانجيريال ديسيجنز، لا، انا محتاج اخد سي ام اي. يعني هي كده ال CMA بتديله فرصة او بتتيح للي هياخد حامل الشهادة ان هو يبقى قادر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وان هو يحدد التحليل المالي بتاع الشركة رايح فين، او ايه اللي هيحصل، او ممكن نعمل ايه نزود بيه المبيعات او نزود بيه من تحسين اداء الشركة. مظبوط. يعني كده شهادة ال CMA هي مفيدة جدا لخريجي تجارة، وكمان مفيدة أكتر خريجي الكليات التانية اللي بطبيعة شغلهم هيتحطوا في حتة إدارة الأعمال أو التحليل المالي أو أي شيء يخص الإدارة أو الإدارة الحسابية عموما. مظبوط. دكتور، ممكن تقول لنا أنا النهاردة هاخد ال CMA، إزاي أعرف أذاكرها وهنجح فيها إزاي؟ وهل نسب النجاح فيها كبيرة ولا مش كبيرة؟ انجح ازاي في السي ام اي او انا اخدت القرار؟ خلينا نقسم مرحلة السي ام اي او رحلة السي ام اي دي لمراحل. اول مرحلة ان انا هاخد قرار ان انا هذاكر سي ام اي. القرار ده مهم جدا، وكل ما الانسان بياخده بدري كل ما بيكون افضل. طيب، اثناء اتخاذ القرار ده بقى في مشاكل كتير بتقابل الناس.
اكبر مشكله فيهم انها بيقعد يسمع لكل الناس على السوشيال ميديا، اي حد اتكلم في السي ام اي بيسمع له. فدي انا بسميها مرحله التشتت، يرمي ودنه لكل حد، سواء بقى حد نجح، حد ما نجحش، حد حاول مره واتنين وتلاته في السي ام اي وما نجحش، واحد بيشرح سي ام اي اونلاين، وات ايفر بقى. المشكله كلها المرحله دي بتبدا من السمع وبتنتهي باتخاذ قرار. انا هذاكر خلاص، فانا هقعد اذاكر. السؤال التاني بقى، اذاكر ازاي ومنين وفين؟ مفيش موديل ثابت للانسان عشان ينجح، مفيش فورمولا ثابته اجي اقول ان الشخص عشان ياخد سي ام اي لازم تعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. لا لا خالص، كل انسان بيديفلوب خطة المذاكرة الخاصة بيه. بس في حاجات عوامل نجاح الخطة دي، اول عامل فيها هو الاستمرارية. اوعى تذاكر شوية وتقطع وتذاكر وتقطع، سواء انت بتذاكر سيلف ستادي او بتذاكر مع احد الاماكن المعتمده من الاي ام اي او بتاخد كورس يعني. اوعى تفتكر ان انت لما هتسيب السي ام اي اسبوع اسبوعين وترجع لها تاني ان كده تمام خالص. انت بتفقد جزء من الاستمراريه، وان انت داخل في مود المذاكره. القطع والوصل الكتير بيطول فتره الشخص اللي يقعد يذاكر فيها. فنسمع مثلا الناس تقعد تقولك انا اخدت بارت 1 عشان اخش الامتحان، انا اخدت سنتين. طب انت سنتين الموضوع ما يستاهلش سنتين، بس انت كنت فين في السنتين؟ لا انا اصلا انا رحت اخدت كورس وبعد كده ما كنتش بذاكر، فرحت للمكان تاني فعدت الكورس تاني، فهو اخد الكورس مرتين وبعد كده قعد يحاول يلم اللي هو اخده تاني. ليه كل ده نتيجة ان الانسان ما بيبقاش عنده استمرارية. مش مهم كل يوم تذاكر 5 6 ساعات لان ده عمره ما هيحصل. الشخص لو ذاكر كل يوم نص ساعة في السي ام اي هينجح، بس استمرارية. مش يوم 5 ساعات واسبوعين 3 انا ما بفتحش كتاب. النقطة التانية الحل الكتير. فكرة السي ام اي الامتحان بتاعها هي بتعتمد على المايند سيت بتاعت الشخص. اوعى تفتكر ان انت هتحفظ كلمتين هتخش تلاقيهم جوه الامتحان. اول امتحان متوقع السؤال الاول هيجي في الفاينانشال اكاونتنج، السؤال التاني في الكوست. لا عمرها ما بتمشي كده في السي ام اي. السؤال الواحد ممكن يكون رابط اكتر من سيكشن جوه السي ام اي. يعني ممكن نلاقي سؤال هو ظاهره فاينانشال اكاونتنج وهو جواه اصلا حله هو كوست او بادجت او انترنال كنترولز. فالفكره هنا انت لازم تمرن عقلك على التفكير، وهو ده اللي بيميز الشخص بعد حصوله على شهاده سي ام اي. كل الناس اللي اخدت سي ام اي تلاقي المايند سيت بتاعها كده اتعمل له تسطيبه جديده في حياته كلها. على فكره هو بيبقى ماشي يومه حتى وهو ماشي في الشارع هو بيحلل كل المعطيات اللي حواليه وبيبدأ ياخد قرارات، لان هو خلاص اتعود خلال فترة المذاكرة ان هو يحلل وياخد قرار، يحلل ويقول رأيه. فهو في اي لحظة حضرتك وقفتيه وسألتيه على حاجة هيجمع شوية معطيات في دماغه ويجاوب ويقول رأي، وهيقولك هو اختار الرأي ده ليه. انت وانت بتذاكر مش تحفظ، وانت بتذاكر اوعى تفتكر ان الامتحان هيجي دايركت. عمر ما امتحان السي ام هيجي دايركت. احنا بنتكلم عن امتحان بيختبر كل جزء في المنهج. نقطة تانية مهمة جدا، الليرنينج اوتكمز اللي الاي ام اي منزلاها لمنهج السي ام اي. ملف بي دي اف موجود على الويب سايت بتاع الاي ام اي، بسيط جدا بس ده مفتاح النجاح في السي ام اي. الملف ده عبارة عن ايه؟ كل التوبكس اللي موجودة في الشهادة الاي ام اي بتقول الكانديديت هتتسأل فيها ازاي، سواء definition يعني لو انت مطلوب منك to define something هتلاقيه موجود يقول لك define x، ايه الادفانتج بتاع والديس ادفانتج بتاعت y، calculation بتاعت العنصر ده او الكونسبت ده. في جملة برضو احب انوه عنها في learning outcomes، demonstrate an understanding. كلمتين دول اول لما الشخص يقراهم في learning outcomes بتاع السي ام اي اعرف ان النقطة دي نقطة جوهرية وهتتسأل فيها ليفل سي في الامتحان. طب ايه ليفل سي ده؟ احنا عندنا في الاسئلة في السي مي 3 ليفلز A و B و C. A ده البيزك، B يعني
في بيزك مع شويه كالكيوليشن. سي judgmental، ده بقى اللي فيه what is your recommendation، ده اللي فيه الربط بين الكونسبتس عموما. فاول لما تشوف كلمه demonstrate and understanding اعرف ان الحته دي هيجي فيها سؤال، وسؤال تقيل. بدون ان انت تمشي على الايتمز دي انت بتعرض حياتك للخطر في السي ام اي. ليه؟ لان انت لو دخلت، وللاسف في عقليه بعض الناس يقول لك انا هخش اركز على حاجات، وحاجات تانية بقى مش مشكله يعني هتصرف جوه. مفيش حاجه اسمها هتصرف جوه. نجاح وصعود في السي ام اي ان انت تبقى حققت ساتسفايد ليفل في كل السكشنز. ما ينفعش تكون سيرتيفايد سي ام اي وانت مثلا ساقط جوه سيكشن الانترنال كنترولز. ازاي يعني هتطلع تقعد في انترفيو وتتسال مثلا في الانترنال كنترولز تقول لهم لا معلش اصل ما كنتش بحبها، ما كنتش بذاكرها؟ ما ينفعش كده. الشخص ده مش اسمه سيرتيفايد. كلمه سيرتيفايد يعني في جهه بتقول ان هذا الشخص مؤهل لان هو يشتغل في المجال ده. فدي مجموعه من النصايح. واهم حاجه التايم مانجمنت. تايم مانجمنت في المذاكره، تايم مانجمنت جوه الامتحان، تايم مانجمنت عموما عشان الوقت ما يسرقكش. ده بيقول يعني من خلال كلام حضرتك هنا نسب النجاح في السي ام اي عالية ولا منخفضة ولا؟ طيب يعني اللي هقوله هو هيخض، بس دي الحاجة اللي مديها الشهادة القيمة بتاعتها. نسب النجاح وفقا للاي ام اي على مستوى العالم 50%. في الميدل ايست النسبة بتتراوح من 35 ل 40%. نسبة مش كبيرة، بس النسبة اللي مش كبيرة دي بتفلتر الناس اللي داخلة الامتحان. مش اي حد هيبقى سيرتيفايد، لازم يبقى مؤهل ان هو يبقى سيرتيفايد. نسبة النجاح دي بتنعكس في عدد الحاصلين على الشهادة. عدد الحاصلين على شهادة سي ام على مستوى العالم حوالي 120 ألف شخص من 50 سنة. ده بيدل على ندرة الحاصلين على شهادة سي ام اي، ومن هنا بيتميز الحاصل على الشهادة. وده اللي احنا أشرنا ليه في بداية الكلام بتاعنا. نقطة حابب أكد عليها، في ناس تقولك ده اللي بياخدوا سي ام اي كتير قوي. لا، في فرق بين اللي بيدرس سي ام اي فهم كتير، واللي دخل امتحان السي ام اي وهم قليلين. طيب ايه الجاب اللي بتحصل بين اللي بيدرسوا سي ام اي واللي بيخشوا وبينجحوا في السي ام اي؟ اول حاجه هي الاصرار على ان انا اكمل الرحله بتاعت السي ام اي، ان انا اكون فعلا حاطط سي ام اي بريوريتي في حياتي. عمري ما انسان هياخد سي ام اي والسي ام اي هي اخر بريوريتي او بريوريتي رقم 3 في حياته. لازم هي اولويه رقم 1. لازم هتقعد تذاكر، لازم هتقطع من وقتك ومجهودك وفلوسك وهتستثمر فيها. اللي اخد الشهادة هو النهاردة بيجني الاستثمار اللي هو عمله. وقوة الشهادة النهاردة جت من قوة الاشخاص اللي حصلوا على الشهادة من 50 سنة. ودي الرسالة اللي انا بوجهها للناس الهولدرز الجداد. انت النهاردة هولدر جديد، وجودك هولدر عندك مسؤولية للأجيال اللي جاية اللي هتاخد سي ام اي. الشركات لو ما كانتش شايفة فعلا ان السي ام اي هولدرز ناس مؤهلة انها تمسك بوزيشنز في الشركات ما كانتش طلبتها. الجيل اللي قبلينا لو ما اثبتش ان هو عنده من المهارات ومن الامكانيات، وان السي ام اي اثقلت عنده من المعرفة ان هو يقدر يدير شركات، ما كناش النهاردة بنتكلم على قوة هذه الشهادة. فقوة الشهادة بتيجي من ندرة الحاصلين عليها، 2 من قوتهم ومن قوة المعهد اللي بيدعم الحاصلين على الشهادة وتطويره المستمر للمنهج بتاع السي ام اي. وده بيخلق ان انا يبقى عندي تحدي ان انا اخد السي ام اي علشان عدد الحاصلين عليها وسيرتيفايد بيها قليل، والفاليو اللي بتقدمها الشهاده ليا في سوق العمل كبيره جدا. ايه المهارات الاضافيه اللي المفروض اكتسبها سواء تقنيه او شخصيه لما اكون حاصل على السي ام اي؟ ده سؤال جميل جدا. ليه؟ لأن الشخص بمجرد حصوله على السي ام اي، هو في بعض الأشخاص بتفتكر إن هو كده خلاص وصل للقمة. لا 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 خالص. الشخص هو عبارة عن بازل كبير قوي من مجموعة من الحاجات بتكمل حياته المهنية، منها السي ام اي. على سبيل المثال
افرض واحد حصل على شهاده سي ام اي واللغه عنده ضعيفه، او ما بيعرفش يعمل برزنتيشن، او ان هو ما بيعرفش يشتغل في تيم وورك، الشركه هتعينه ليه؟ فهنا الشخص هو عباره عن مجموعه من المهارات، منها سي ام اي هي ماست، لكن مش هي العنصر الوحيد للنجاح. لازم اكون عندي communication skills، السوفت سكيلز بتاعت الشخص اخر مره اشتغل على نفسه فيها امتى، زائد اللغه. ما هو انا ما ينفعش النهارده ابقى التارجت بتاعي ان انا اشتغل في شركه مالتي ناشونال وانا ما بعرفش اتكلم انجليزي، ما بعرفش اخش اعمل برزنتيشن بالانجليزي. النقطه التانية التيم وورك، لازم اتعلم اشتغل في تيم، لان انت في الاخر انت هتبقى مدير. ما هو انت مش اخد سي ام اي دي علشان تشتغل في مكتبك في ركن وتقعد خلاص ما حدش هيقرب منك، انت هتبقى جزء من فريق كبير. بالعكس، انت كل ما هتترقى كل ما هتبقى جزء من فريق اقوى من اللي قبليه. النقطة التانية الكمبيوتر والاي ار بي سيستمز والسوفت ويرز، ما ينفعش النهارده نقول سي ام اي هولدر وما بيعرفش يشتغل على اي ار بي سيستمز. دي بقت بيزكس في كل الشركات. انا النهارده معايا سي ام اي بس في شروط تانية ريكوايرمنتس لكل الوظائف على مستوى العالم. وزي ما قلنا كل ما انت هتطلع لقمة كل ما المنافسة هتزيد. انت الاول هربت من فكرة ان انا بنافس كل بتوع كلية التجارة بالسي ام اي، فانت داخل على مستوى اقوى. في ناس اشتغلت على نفسها في السوفت سكيلز، في ناس عندها برزنتيشن سكيلز قوية، انت ازاي هتنافس دول؟ انا دايما بقول سي ام اي هي تذكرة دخول انترفيو، الشخص يحترم جواه ويكون انترفيو محترم، لكن اللي هيحصل جوه الانترفيو ده يعتمد على الشخص نفسه وليس الشهادة. الشهادة وصلتك للباب ودخلتك وقعدتك على الكرسي، ازاي تقنع الشخص اللي قدامك ان انت مؤهل ان انت تاخد الوظيفة؟ لان الشخص اللي هيبقى قبليك عمل انترفيو او بعديك هيبقى سيمي هولدر برضه، فانت ازاي تتميز؟ ليه اروح اخد السي ام اي وادرسها في مركز معتمد من اي ام اي، ما انا ممكن ادرسها في اي مركز تاني مش معتمد؟ طيب خلينا هنا نوضح نقطة برضه عشان الشفافية. انت تقدر تدرس سي مي سيلف ستادي، تدرس سي مي سيلف ستادي او مع احد المراكز المعتمدة او غير المعتمدة، القرار بيرجع للشخص نفسه. طيب ايه الفرق بقى؟ السيلف ستادي انا من وجهة نظري مشكلتها الكبيرة الكوميتمنت بتاعت الشخص. هي مش ككونسبت، هو جميل وما فيهوش اي مشكلة، لكن في ناس ما عندهاش السيلف كوميتمنت ان انا اقعد اذاكر، فبتذاكر يوم يومين ثلاثة خلاص، تلاقيه بعد 4 5 سنين جه راح اخد كورس عشان يدرس سي ام اي. لكن في منهم ناس عنده سيلف كوميتمنت بيخلص الشهاده سيلف ستادي. طيب فكره بقى الاماكن المعتمده او المراكز المعتمده من الاي ام اي، المراكز دي بتبقى تحت رقابه مستمره من المعهد علشان نتاكد على الكواليتي بتاعه الانستراكتور والعمليه التعليميه داخل المركز ده. ان هي الفكره مش معلومه واتقالت واتشرحت وخلاص، دي رحله. المركز اللي الشخص بيدرس فيه هو جزء من الرحلة، المحاضر جزء من الرحلة، معهد الاي ام اي جزء، الطالب نفسه جزء. السلسلة دي كلها لو كل واحد فيهم شغال لوحده عمرنا ما هنوصل للهدف اللي هو ان الشخص يخش الامتحان وينجح. لكن المراقبة والمراجعة المستمرة على جودة بتاعة المراكز دي من الاي ام اي هي اللي بتخلق عند المراكز دي احساس بالمسؤولية تجاه الكانديديت اللي عندهم، ان هو مش جاست ان هو جه دفع تمن الكورس، حضر ما حضرش، دخل امتحان ما دخلش امتحان خلاص مش مشكلة. لا، هنا الاي ام اي بتراقب على كل البروسيس. وكمان نقطة تانية، اي مشكلة بتحصل مع كانديديت درس داخل الاماكن المعتمدة من الاي ام اي يقدر يرجع للاي ام اي وبنبدأ نتواصل مع المركز وبنشوف ايه المشكلة وبنحلها له. بلس ان هو بيبقى فيه way of communication بين الاي ام اي والمعاهد دي بشكل مستمر، فبنسمع ايه المتطلبات اللي من السوق، بنسمع ايه المشاكل، بنبدأ نتواصل معاها وبنحلها. طيب المراكز بقى غير المعتمدة هي بمنأى عن الكلام ده كله، هي شغالة بناء على رؤيتها للسوق، للبزنس موديل بتاعها، سواء البزنس موديل ده
هو بيسعى ان هو يبقى عنده هولدرز ولا لا، بس هو في الاخر هو بروفيت اورجانيزيشن، هو عاوز يحقق ربحه. في نماذج كتيرة منهم بتفضل الربح على الكواليتي بتاعة العملية التعليمية والفولو اب. يعني جزء مهم قوي من السي ام اي او من رحلة السي ام اي هي الفولو اب على الكانديديتس بعد المحاضرة او بعد انتهاء الكورس. وده اللي احنا بنحاول نبوش عليه من الاي ام اي لكل الابروفد كورس بروفايدر، اللي هو فلسفة ان مش الكورس انتهى او المحاضرة خلصت فانت علاقتك بالطالب انتهت. لا خالص، انا ضد الفلسفة دي اصلا. انا مع ان الطالب من اول لما يرفع سماعة التليفون ويسأل على الكورس بتاع السي ام اي هو بقى طالب عند المركز. لازم نهتم بيه، لازم نحلله مشاكله، لازم نشوف ايه المشاكل اللي عنده، ايه احتياجاته. نرجع ونقول ان هي مش وصفة سحرية لكل الناس عشان تنجح سي ام اي. فهنا في اختلافات فردية، فالاختلافات الفردية دي محتاجة فولو اب من ناس تكنيكال، فولو اب في الريجستريشن حتى على الموقع بتاع الاي ام اي. يعني من الحاجات فعلا اللي بتحزنني ومن الكيسز اللي انا شفتها خلال الفترة اللي فاتت ان الناس بتسمع من السوشيال ميديا معلومات مغلوطة، والمعلومات المغلوطة دي بتؤدي بيهم الى الكوارث في النهاية. هدي حضرتك مثال. جات لي مرة مكالمة تليفون من شخص من صوته باين ان هو كبير، يعني مش يعني فوق ال30 سنة. الشخص ده كاد ان يبكي في التليفون. ليه بقى؟ هو شاف بوست على السوشيال ميديا بيقول ان الوقت بتاع المالتيبل تشويس اللي هم ال3 ساعات ممكن يرحل جزء منهم للإساي. المعلومة لغاية هنا صحيحة، مفيهاش مشكلة، بس محدش قال له يعملها ازاي. في السكرين بتاعت الامتحان في زرار اسمه end session وفي end exam. هو اتك على end exam. يعني هو كان حل المالتيبل تشويس وكان معاه وقت، وكان الوقت ده هيستفيد بيه في الإساي. هو نهى امتحانه بنفسه. هنا هو ما اخدش المعلومة كاملة. برضو من الحاجات اللي بتسبب كوارث في الشهادة الاسم. اسم الشخص اللي على الويب سايت بتاع الاي ام اي، لازم اسم الشخص اللي على الويب سايت بتاع الاي ام اي يكون مطابق للاي دي اللي هيخش بيه يمتحن السي ام اي او اللي هيظهر البرومتريك عشان يخش يمتحن السي ام اي. اختلاف حرف في اسم الشخص مش هيخش الامتحان. فتلاقي ناس على السوشيال ميديا يعمل سكرين شوت من البروفايل بتاعه وسكرين شوت مثلا من الاي دي اللي هيخش بيه الامتحان، ويسأل الناس سؤال عبثي كده: انا تمام، انا كده اعرف اخش الامتحان؟ فتلاقي بقى كومنتس: اه لا انت كده تمام، لا كده زي الفل مفيش مشاكل، لا يا راجل ما فرقتش يعني، لا لا الاسم كده تمام. يجي يخش تاني يوم الامتحان ما يخشش. حضرتك متخيلة شخص ذاكر وتعب واجتهد وداخل امتحانه وهو على باب اللجنة قالوا لا انت مش هتخش؟ طب ليه؟ عشان انت بالنسبة لي شخص تاني غير الشخص اللي مسجل عندي. كل دي معلومات للأسف مغلوطة الناس بتاخدها من السوشيال ميديا. الوجود أماكن معتمدة بتأثر على الشخص الهاسل ده كله، ان هو بيبقى عنده المعلومة موثوقة، عنده كوميونيكيشن شانل مفتوحة دايما مع الاي ام اي سواء في مصر او في الميدل ايست او جلوبال، بياخد منها المعلومة. حتى لو في كيس جديدة، حتى الكورس بروفايدر أول مرة يقابلها بيبعت لنا ميل بنرد عليه بنقوله الحل 1 2 3 4. فدي مميزات الدراسة مع أماكن معتمدة. لكن طبعا كل المميزات دي مع أماكن غير معتمدة مش موجودة. وبما ان فاينانس كوتش من المراكز المعتمدة اللي بتدي السي ام اي، ايه اللي بيميزهم؟ من أكتر الحاجات اللي بتميز فاينانس كوتش هما اهتمامهم بالجودة مش بالكم. وده بلاحظه في كل الاجتماعات اللي أنا بحضرها وبعملها مع إدارة فاينانس كوتش. الجودة بالنسبة لهم هي عنصر أساسي في العملية التعليمية، بداية من اختيار المحاضرين والعملية التعليمية من أول لما الكانديد بيجوين الكورس لغاية لما بينتهي وتسجيله للامتحان. بصراحة قدموا مجموعة من السوليوشنز للطلبة، أنا شايف إنها حاجات مميزة بتساعد الكانديدز بتاعتهم إن هم يبقوا certified CME holder. ومن هنا فاينانس كوتش بتتميز بالتقديم خدمة جيدة
ومتابعة مهمة للطلبة وفولو اب مستمر مع المحاضرين مع الطلبة علشان يقدر ياخد ال CMA ويجتاز الامتحان ويبقى certified. شكرا ليك يا أستاذ أحمد، ودايما على تواصل ودعم من IMA لكل الطلبة وكل من سأل. ميرسي. شكرا. وأخيرا وليس آخرا، سنظل على لقاء وعلى الوعد، وتعلم مع فاينانس كوتش.